السلام عليكم متابعيني، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير وبأفضل حال. رجعنا فيديو جديد. اليوم راح نسوي دولمة صحية جدا جدا. عندنا هنا المكونات. عندنا لب الباذنجان ولب الشجر، يعني البطن مالتهم حفرة الباذنجان والشجر. أخذت اللبة عندي وثرمتهم. عندي بصل، عندي شبنت، وعندي طماطة. هنا دولمتنا خالية من التمن، راح نشيل التمن نهائيا. هنا عندكم اختيارين. هنا اما تضيفون القرنبيط تثرمونه ناعم، او تضيفون اللهانة. بصراحة انا هنا حبيت اضيف اللهانة، عندي هاي اللهانة الحمراء راح اضيفها. حبيتها اكثر من القرنبيط بصراحة، يعني جربت الاثنين حبيتهم باللهانة اكثر من القرنبيط. فهنا عندنا المكونات مثل ما قلنا: بصل، عندنا لب الباذنجان ولب الشجر، طماطة والشبنت، وعندي اللهانة ثارمتها ناعم. عندي هنا شوية من الباقلة والجزر حلقات. هنا عندي ثوم ثارمته ومجهزته بهذا الشكل. مخليته بالفريز، من أحتاج من عنده أطلع. اللي حاب يشوف شلون حضرته عندي فيديو بالقناة. هسه أنا ما أقدر أسويه لأن شوية عندي بطيئة تحسس وما أقدر أسويه. يعني اللي يحب يشوفه نزلته يعني سابقا. هنا عندي تقريبا أقل من نص كيلو اللحم، مو دهين كلش. راح أضيف عليه المواد. هنا دولمتنا كل الصحية، يعني اللي حاب يسوي رجيم أو أصحاب الكيتو، يعني ما بيها تمن، وكلها خضار. وبالعكس الخضار كل زين يعني. وكل ما شكلنا أو لونا بالخضار يعني كانت صحية أكثر. هنا راح تقريبا أخلي ملعقة يعني كبيرة من الثوم. طبعا عندي هنا السرق أني منظفته وغاسلته. هنا عندي الباذنجان، الشجر، البصل والفلفل. دائما إنه أنا أقليهم الباذنجان والفلفل والشجر والبصل أسلقهم. طبعا هنا بس البصل سلقته يعني مي مغلي. والباذنجان هنا أنا ما راح أقلي لأن أريدها صحية، وراح أستخدم زيت زيتون يعني بالحشوة. هنا ننتبه إنه الخضار راح يذب لنا مي هواية. يعني بطبيعة الخضار راح يذب مايه مثل ما نقول. فمن تضيفون مي حاولوا تضيفون يعني كمية قليلة أو عينكم ميزانكم، يعني هو راح يذب ماي الخضار، فراح تكون حيل طرية. فهنا ننتبه يعني أكو خطوات. صراحة أنا حبيت الدولمة باللهانة أطيب من القرنبيط. ما حبيت طعم القرنبيط يعني، ما أعرف. هنا أنا راح أضيف الملح، طبعا نلوحه حسب انتو شلون ما حابين. طبعا هنا عندي خاشوقة كلش صغيرة. هنا راح أضيف بابريكا. أعتقد فقط هاي البهارات اللي ضفتها. وراح أضيف تقريبا نص ملعقة دبس الرمان. وعلى فكرة يعني يقدرون أصحاب مرضى السكري إنه يأكلون من عندها، لأن هي كل الصحية، ما بيها تمن، ما بيها شغلات يعني نشويات أو شي يصعد السكر. احنا نضيف لنا زيت زيتون قليل هماتين، بالعكس كلها خضار. طبعا هذا زيت الأسباني، هاي العلبة صغيرة 3.5. أكو علبة أكبر بس ما كانت متوفرة قد الأسواق اليمنى، فقط هاي الصغيرة. يعني هي كلش طعمه طيب بالأكل. أكو نوع من الزيوت يعني زيت الزيتون يكون بنكهة أو طعم، هذا كلش طيب يعني. نبدي نخلط المواد. وطبعا إذا حابين تضيفون دجاج، يعني صدر دجاج مثروم مكان اللحم، شي اختياري وراجع لكم. تقدرون تستغنون عن اللحم والدجاج، بس يعني واحد لازم شوية حتى واحد مثلا نقول حتى للطعم. أه لا أنا ما أعرف شنو جاي. يعني بصراحة كنت أمنتج صوتي على أساس إنه أني أنزله يعني صوتي، بس يعني تعرفون بالبيت ويسولفون وهاي، يعني كتمت الصوت. هنا أنا راح أبدي أضيف قطع الجزر والحبات الباقلة. طبعا هاي اختيارية. هنا نبدي نحشي الباذنجان. طبعا تقدرون تشيلون أي مكون ما تحبونه.
يعني تردون بس سليك، تردون إنه بس نسوي كشيخ محشي إنه بس باذنجان أو شجر وفلفل، يعني بعد كل من واختياره. أتمنى تجربوها وتقولوا لي شنو رأيكم بيها. صراحة كانت كلش يعني كلش ترفة مثل ما نقول مايعة وطيبة يعني. بصراحة ما حسيت يعني هواي اختلافها عن اللي يعني إذا كانت تمن، بس إنه كصحية يعني كأفضل، خفيفة مثل ما نقول. نبدي نحشي يعني المكونات اللي عندنا. وتقدرون أيضا تستخدمون الأوراق اللهانة إن تلفون تلفونها يعني ويا السلق أو ويا بقية المكونات، بس ننطيها شوية سلقة على الطباخ لأن تعرفون تاخذ وقت بالاستواء. حبايبي إذا وصلتوا لهاي المرحلة من الفيديو فلا تنسونا بالله الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس للكل، وأتمنى تسوون مشاركة حتى قناتنا تكبر أو التفاعل يكثر أو يقوى. يعني بديت أحشي شوية شوية وأشكل يعني منا الباذنجان منا البصل، حتى واحد يقلب الدولمة تتوزع الخضروات. حابين يضيفون فلفل حار يعني إذا تردون الدولمة حارة، آه، إذا تردوها حامضة يعني هذا بعد كل من واختياره. واحد شوية تغيير وإنه شوية نقلل من يعني من الدهنيات والشطر. تقريبا أنا صار لي نقول 20 يوم، 20 يوم قاطعة المشروبات الغازية تماما. والسكر ملعقة واحدة يعني وصغيرة، يعني ملعقة صغيرة عالجاي يعني. والحلويات هماتين كذلك. هنا نزلت بقية الباقلة والجزر وراح أبدي هنا ألف السلق. نحاول نضبط الأمور يعني شوية، يعني أكو شغلات نقللها. متوقفة عن الخبز الأبيض أو الصمون. حاليا جاي أكل خبز شعير يعني. أه، جاي شوية دا أستخدم نمط غذائي صحي حاليا، صحيا أكثر ما إنه هو رجيم يعني. إنه ما حابة إنه أضعاف يعني، الحمد لله مقتنعة الحمد لله، بس إنه كنظام غذائي صحي فقط يعني. الدهون قاطعتها يعني تقريبا، قلت لكم صار لي 20 يوم قاطعة المشروبات. بالبداية هيك أحس شي غريب يعني، أنا براسي والله يعني بصراحة دا أحجيكم يعني كنت يومية يعني لازم يعني بالأيام العادية يعني مو برمضان، مرات الصبح يعني أثناء ما إنه أشتغل أو هاي لازم إنه السفن أو البيبسي أو الميرندا، وبالليل أو ورا الوجبات يعني لازم، أو أثناء الأكل يعني 3 مرات 4. فهالفترة كلش قاطعتها يعني تماما تماما. بالبداية شوية يعني حسيت يعني تعرفون واحد من متعود على نمط يعني رأسا يتركه، يعني صرفت أكو إشكال أو خلل. بس الحمد لله إن شاء الله نستمر يعني ونبتعد عن المشروبات الغازية تماما. وجاي ناكل خبز شعير. هنا أنا كملت الدولمة ويعني راح ننتظر يعني قبل الفطور يعني نشوف بساعة، يعني ما تاخذ وقت إن شاء الله ساعة ساعة ونص أخليها على الطباخ. هنا بعدني هنا طبعا ما ضايفت لها أي ماي. شوفوا الخضروات هي نزلت المي مالتها مثل ما نقول. هنا أنا راح أضيف تقريبا يعني نصف كوب وانتظر اشوفها اذا تحتاج ماي او لا. طبعا هنا محتاجت لان مثل ما قلت لكم ذبت مايها كل الخضروات، وهنا شوفوا جاي يتبقبق.
فمن تنشف وتهدرت وهذا شكلها. وأقول لكم سهمكم العافية حبايبي. أتمنى عجبتكم الوصفة، ولا تنسونا بلايك واشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. إلى هنقولكم في أمان الله.